سلام حبوبات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا اون طارت سالي سهله وبنينه بزاف تحضروها في رمضان، يا اما على شكل طرطه كبيره كيف ما وجدت لكم، يا اما تصوبوها في لي مول صغار وتقدموها على شكل مقبلات كتجي رائعه وسريعه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا العجينه المكسره او لا بات بريزي، 3 البيضات، بواطه ديال الطون، 200 غرام ديال المطيشه صغيره، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، 150 غرام ديال الفرماج دو شيفر اللي يمكن لكم تعوضوه بالفرماج كيري، 100 مليلتر ديال الكريمه السائله. بالنسبه للقامه غادي نحتاجو شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الابزار ودريس ديال الثومه. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخذ لاباط ونديروها في المول ونتكوها بالفرشيطه وندخلوها حتى ب 10 دقائق في الفران على درجه حراره 180. بالنسبه للحشوه غادي نخلطوا مزيان البيض مع الكريمه السائله والقامه ونزيد عليهم الفرماج ونخويو الحشوه فوق لاباط اللي طابت نص طيبه. من بعد نحطو فوق منها مطيشه صغيره وندخلوها للفران طيب من 15 حتى ل 20 دقيقه. ملي كنخرجوا لا طارت ديالنا من الفران كنزينوها بشويه ديال البازيليك اللي هو الريحان وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى وصفه اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله.